ميعادنا النهارده مع واحد من افضل واحدث موبايلات ريلمي في الفئه المتوسطه، وهو الريلمي 10 برو بلس 5G. الموبايل ده لسه نازل من كام شهر كده، وبصراحه الموبايل ده بيقدم امكانيات عاليه جدا بالنسبه للسعر بتاعه. فانت هتطلع من الفيديو ده عارف كل مميزات وعيوب الموبايل، التصميم والشاشه والاداء والبطاريه والكاميرات. هتعرف بقى ان كان هو افضل موبايل فعلا في الفئه المتوسطه ولا له منافسين احسن منه. فمن غير كلام كتير كده خلينا نبدا في الفيديو على طول. خلينا نبدا كده على طول بتصميم الموبايل. الموبايل هنا جاي بظهر من البلاستيك اللامع. هو شكله حلو جدا وكل حاجه، ولكن مشكله البلاستيك اللامع ده انه مع الوقت بيتخربش ويبدا ان هو ينقط. ولكن الصراحه هو شكله مميز جدا مع شكل بقى نافذه الكاميرات الجديده، بالاضافه الى الكيرفات اللي موجوده في الظهر. الموبايل ده بيديك تصميم الصراحه ما شفناهوش كتير في الفئه دي، لان اي شركه دلوقتي بقت بتقوم جايبه الموبايل حاطه مستطيل رازعه فيه 3 4 كاميرات وخلاص، هو كده الديزاين بتاع الموبايل. انما هنا ريلمي الصراحه عملت تصميم جديد. المميز كمان في تصميم الموبايل ده ان الموبايل خفيف، بتتكلم هنا بتقريبا 174 جرام، وتخانه هنا 7.8 مللي. الموبايل ده مش هتقابل معاه اي مشكله خالص في المسك. موبايل خفيف ورفيع وسهل جدا ان انت تمسكه. من ضمن عيوب التصميم بقى هي ان الكاميرات بارزه شويه. هتلاقي كده ان حلقتين الكاميرات بارزين عن الظهر، لكن الجراب اللي موجود في العلبه بيغطي تماما بروز الكاميرات. للاسف هنا مفيش اي اعلان رسمي عن اي مقاومه للميه، ولحد الان هتفضل سامسونج تقريبا الشركه الوحيده اللي بتحط مقاومه ميه على كل موبايلاتها. خلصنا كلام عن التصميم، نيجي للشاشه. وانت هنا معاك شاشه خرافيه. معاك هنا شاشه كيرفد، شاشه اموليد، شاشه فول اتش دي. الشاشه هنا سطوعها التيبيكال 500 نتس والبيك بتاعها 800 نتس. لو مش فاهم بقى قصه التيبيكال والبيك فانا هقول لك دلوقتي على السريع. التيبيكال هنا هو وانت قاعد في البيت مثلا، في حاله ان انت لا في الشمس ولا فاتح فيديو اتش دي ار 10 بلس. في الحاله دي الشاشه هيكون سطوعها 500 نتس وانت معليها على الاخر. عايز اقول لك ده رقم مش صغير. اما البيك بقى فده بيبقى يا اما انت تحت الشمس يا اما فاتح فيديو اتش دي ار. ساعتها سطوع الشاشه دي هيوصل لحد 800 نتس عشان يقدر ان هو يوضح لك الشاشه وانت تحت الشمس او وانت فاتح فيديو اتش دي ار. الشاشه دي داعمه الاتش دي ار 10 بلس، وجاي هنا بريفرش ريت 120 هرتز. هتستمتع هنا بصراحه بسلاسه ونعومه كبيره جدا مع الشاشه دي، بالاضافه طبعا للحواف القليله جدا دي. حرفيا دي تقريبا اقل حواف موجوده في الفئه دي. مع الشاشه الكيرفد بقى فانت هنا واخد تقريبا احسن تصميم لشاشه في الفئه دي. الشاشه الصراحه هتحب ان انت تفتحها كل شويه علشان تتفرج على المنظر ده. الشاشه هنا على فكره ما هياش صغيره، 6.7 انش. كمان هنا التاتش سامبلينج 360 هرتز وبيوصل لحد 1260 هرتز، هيديك سلاسه رهيبه جدا في الالعاب. فمن الاخر كده الشاشه دي ممتازه جدا على الورق. وعمليا برضو هتلاقي ان الشاشه دي تقريبا بتنافس بالوانها موبايلات سامسونج، زي مثلا الاي 52 اس او الاي 53. هتلاقيها بس اقل سنه في تشبع الالوان، لكن الصراحه ما هوش الفرق اللي هو يعني. للاسف هنا بقى ما فيش اي اعلان رسمي عن طبقه حمايه على الشاشه دي، ودي الصراحه حاجه مش لطيفه. ولكن الموبايل ده بيبقى جاي وعليه سكرين. خلصنا بقى كلام دلوقتي عن الشاشه، ننتقل للمعالج. وهنا بصراحه انت بتاخد معالج ممتاز، هو الميديا تك دايمنستي 1080 5G. المعالج هنا هو 6 نانومتر، هيوفر الى حد ما في البطاريه. بالاضافه اصلا ان المعالج ده قوي، هيشغل لك لعبه زي ببجي على اتش دي ار وفريم ريت الترا، ودي هي الاعدادات اصلا اللي موجوده في الفئه دي. المعالج ده من ناحيه السي بي يو فهو مقارب جدا للسناب دراجون 778 جي، مع بقى واجهه ريلمي السلسه جدا. هتاخد تجربه استخدام صراحه ممتازه في تنقل البرامج في الالعاب، بصراحه حاجه جامده جدا. هنا انت عندك اداء الموبايل ده تقريبا ما بينزلش مع الضغط عليه، بالاضافه كمان ان هو ما بيسخنش، سخونيته كده حاجه خفيفه خالص مش هتاخد بالك منها. عندك هنا سرعه التخزين هي يو اف اس 2.2. للاسف انا كنت عايز اليو اف اس 3.1 تبقى موجوده في الموبايل ده، لانها الصراحه هتخليه اسرع في نقل الملفات وفتح وقفل البرامج. ولكن مش مشكله لان اليو اف اس 2.2 تقريبا هي اللي موجوده في الفئه دي. انما الفئه اللي اعلى شويه بقى فيها اليو اف اس 3.1. عندك هنا سرعه الرامات هي السرعه الافتراضيه لاي موبايل في الفئه دي، ال بي دي دي ار 4 اكس. فمفيش هنا اي جديد خالص من ناحيه بقى سرعه التخزين او سرعه الرامات. الموبايل ده بيدعم جميع المستشعرات موجوده. عندك هنا مستشعر التقارب هاردوير، وبالتالي الموبايل هنا هيقفل على طول اول لما تقربه من ودنك في المكالمات. نيجي بقى دلوقتي للكاميرات. انت هنا عندك 3 كاميرات خلفيه. الكاميرا الرئيسيه 108 ميجا بكسل فتح عدسه اف 1.7، والالترا وايد 8 ميجا بكسل فتح عدسه اف 2.2، بالاضافه بقى للماكرو 2 ميجا بكسل فتح عدسه اف 2.4. نفكنا خالص من الارقام بقى ونشوف التجربه الفعليه. عندك هنا الصور في الاضاءه العاليه بقى سواء في الشمس مثلا ولا حاجه، فهتلاقي الصراحه هنا الصور ممتازه. عندك هنا تفاصيل الوان دايناميك رينج مظبوطين الى حد ما، وده شيء كويس. ولكن هنا لما تيجي تحطه مثلا جنب السامسونج اي 52 اس هتلاقي ان الفرق الوحيد بينهم هو الالوان. معالجه الصوره في سامسونج الصراحه ما زالت برضه لحد الان هي افضل معالجه في الفئه المتوسطه، ده في حاله بس المقارنه بينه وبين السامسونج. اما في الحاله الطبيعيه فالصراحه الكاميرا هنا كويسه جدا، ممكن تكون تاني احسن كاميرا في الفئه دي بعد السامسونج. فبالنسبه لك يعني لو انت عاجبك الموبايل ده وعايز تشتريه ولكن همك الكاميرات، فاظن هنا ان الكاميرات ما هياش الحاجه اللي تخليك ما تشتريش الموبايل. هنا الصراحه الكاميرات الخلفيه ممتازه. الموبايل ده بيصور فيديوهات لحد 4K 30 فريم في الثانيه. بالنسبه بقى للسيلفي فهو هنا 16 ميجا بكسل فتح عدسه اف 2.4. السيلفي هنا الصراحه كويس، ولكن الصراحه بحس كده ان هو بينعم تفاصيل الجلد. تفاصيل الجلد هنا الصراحه مش احسن حاجه، مش احسن سيلفي من الاخر. الموبايل هنا بيصور بسيلفي 1080 30 فريم في الثانيه. خلصنا بقى كلام عن الكاميرات، نيجي بقى للسبيكر. الموبايل هنا جاي بصوت ستيريو، ودي حاجه اصلا ريلمي ما بتعملهاش كتير. بصراحه الصوت هنا عالي ولكنه مش انقى حاجه، بمعنى هنا ان البيز ما هوش اعلى حاجه خالص في الموبايل ده. واي موبايل من شاومي جاي بصوت ستيريو هيكون احسن منه. هتحس ان البيز في موبايل الشاومي اعلى الصراحه. انت هنا في الريلمي هتحس ان الصوت سطحي شويه. هو جاي من ناحيتين وكل حاجه، ولكن الصراحه ده مش احسن ستيريو في الفئه دي. هنا انت عندك ميزه في السوفت وير، وهي ان انت تقدر تعلي صوت الموبايل ده لحد 200%. ما تستخدمش بس الحاله دي الا
لو انت في زحمه ولا حاجه وعايز تسمع صوت الموبايل، غير كده هي ملهاش اي لازمه خالص، هي مجرد بس انها هتخليك تسمع في الدوشه، لو انت في مكان زحمه ولا حاجه تقدر تسمع بس بال 200%، انما في الاوضاع الطبيعيه خليك احسن على 100%. بالنسبه بقى لشبكات الموبايل ده، فالموبايل هنا صراحه شبكات جباره كعاده اوبو وريلمي يعني، سواء بقى شبكات اتصال او شبكات واي فاي الصراحه فهي هنا ممتازه جدا. الموبايل هنا بيدعم الواي فاي 6، وطبعا دي حاجه ما تهمكش لو انت قاعد في مصر، ولكن بره مصر الصراحه الموضوع هيبقى فارق عن الواي فاي 5. نيجي بقى دلوقتي للبطاريه بتاعت الموبايل. بطاريه الموبايل ده 5000 ملي امبير، وما تقوليش ازاي موبايل بتخانه 7.8 من 10 ملي وجايب بطاريه 5000 ملي امبير عادي. البطاريه هنا بتقعد 7 او 8 ساعات شاشه مفتوحه، بمعنى ان انت ممكن تستخدم الموبايل ده 7 او 8 ساعات متواصلين في استخدام متواصل. كمان الموبايل ده جايب شحن سريع 67 واط، واللي بيشحن هنا بطاريه 50% و17 دقيقه، وبيشحن بقى الشحنه الكامله في حوالي 40 دقيقه. هنا موضوع الصراحه هيبقى كويس جدا لو البطاريه فصلت منك مثلا في اخر اليوم وعايز تديله زقه كده، ففي حوالي تقريبا ربع ساعه هيكون شحن معاك 50%. هنا انت عندك البصمه جايه في الشاشه، وبصراحه البصمه سريعه جدا ما بتغلطش حرفيا، حاجه كده في منتهى السرعه. هنا الموبايل ده بيدعم تركيب شريحتين، ولكن للاسف ما بيدعمش هنا تركيب كارت ميموري، وده اعتقد انه طبيعي جدا لان هنا الموبايل 256 جيجا، وبالتالي انت مش محتاج اصلا ان انت تركب كارت ميموري. بالاضافه هنا ان الموبايل ده ما فيهوش مكان سماعات، مدخل ال 3.5 مللي هنا مش موجود في الموبايل ده، وبالتالي بقى ممكن ان انت تستخدم الكونفرتر او ان انت تستخدم بقى ايربودز او كده. تقريبا كده احنا خلصنا كل حاجه تخص الموبايل، فاضل لنا حاجه واحده بس وهي الانبوكسنج. هنا انت معاك كل حاجه حرفيا، معاك هنا جراب شفاف للموبايل، معاك سكرينه متركبه برده على الموبايل، بالاضافه بقى لدبوس السيم كارد، والشاحن ال 67 واط موجود هنا في علبه الموبايل. فانت حرفيا هتطلع الموبايل ده من العلبه مش هتصرف عليه جنيه. وكده احنا خلصنا كل حاجه عن الريلمي 10 برو بلس. فاضل دلوقتي ان انا اقول لك سعر الموبايل ده، ويؤسفني اقول لك ان الموبايل ده ما نزلش مصر. الموبايل هنا بيتباع في مصر ضمان دولي، وهتلاقي طبعا سعره اعلى بكتير من السعر الرسمي بتاعه. احسن مكان حرفيا تشتري منه الموبايل ده دلوقتي هي الامارات، فلو بقى في حد صاحبك او قريبك جاي من الامارات فقول له يجيب لك الموبايل ده. سعر الموبايل ده على نون الامارات تقريبا 1200 درهم للنسخه الوحيده اللي موجوده هناك، تقريبا ال 256 جيجا و12 رام. حركه حلوه قوي من ريلمي الصراحه ان هم يحطوا لك موبايل 12 رام، هيخليك تفتح برامج اكتر في الخلفيه لفتره اطول. بالاضافه كمان ان هو بيدعم هنا الرام بوست لحد 12 رام، تقدر هنا يبقى معاك 24 جيجا رام في الموبايل. الصراحه ما انصحكش ان انت تعملها 12 لانها ممكن تهنج الموبايل، ممكن تعمل لاج، لان في فرق ما بين سرعه التخزين وسرعه الرامات. لو حابب تعملها اعملها مثلا على 4 جيجا. رايي بقى في الموبايل، انا شايف الصراحه الموبايل ده كويس جدا، موبايل تقدر تقول عليه ان هو متكامل. عايز تصميم روش موجود، عايز شاشه شكلها روش جدا برده موجود، طب انت عايز معالج لا يقل تماما عن اي معالج موجود في الفئه دي هتلاقيه برده موجود، عايز بقى كاميرات، بطاريه، شبكات، سوفت وير، كله موجود. الموبايل هنا بيجمع ما بين التصميم اللي شكله جامد جدا بغض النظر على انه بلاستيك لامع، بيديك معالج مساوي للسناب دراجون 778، وبالتالي انت تعتبر ما قلتش خالص في الفئه دي عن اي معالج موجود، باستثناء بس البوكو اف 3 اللي جايب السناب دراجون 870. الموبايل هنا بيديك كاميرات الصراحه ممتازه، فرق بس معالجه الصوره ما بينه وما بين ال 52 اس. عندك هنا كمان برده الستيريو سبيكر، اي نعم هي مش افضل حاجه، وانا هنا حاططها في الموبايل ده من ضمن عيوب. انت لما تيجي تحط لي ستيريو حط لي ستيريو معقول. بصراحه الموبايل ده انا شايفه رايق، يمكن عيبه بس ان هو الظهر بتاعه بلاستيك، والصوت هنا الاستيريو ما هوش افضل ستيريو، بالاضافه للسيلفي بس بينعم الجلد شويه، لكن غير كده الصراحه الموبايل ده جبار. وبكده نكون وصلنا بقى لنهايه الفيديو. لو عجبك بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وبس كده اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.